السلام عليكم. بغيت نشارك معكم هاد الشليضه اللي سهله وبسيطه ولكن القيمه الغذائيه ديالها مرتفعه. ندوزو نشوفوا المكونات. خديت الفكوس اللي غسلته ونقيته وقطعته بهذا الشكل، يعني نتوما تقطعوا بالشكل اللي بغيتو، صغير اولا كبير. وحتى الخس حتى هو غسلته وقطعته. ومع قرب العيد الكبير نحاولوا ناكلوا الشلايض مع اللحم، يعني ما نبقاش ناكلوا غير اللحم بوحدو. شلايض كيكونوا زوينين. وخديت 3 حبات ديال المطيشه حتى هما نقيتهم وقطعتهم. والفجل حتى هو منقي ومقطع. وغادي نقطع شويه من هاد البذور المستنبته، يعني اللي بغى يشوف الطريقه راه كاينه في الفيديو اللي حطيت قبل، الطريقه ديال استنبات ديال هاد البذور. وكنبقى نقطع هكا الكميه اللي بغيت، كنقطعها بالمقص اولا ممكن تجبدوا غير هكا بايديكم. وتنحط هكا في شلاضه، يعني الكميه كتختاروا اللي بغيتو نتوما. وخديت شويه من ديال زرير الكتان حتى هي ضفت منها شويه، وشويه ديال الزيت البلديه اي زيت الزيتون، وشويه ديال المعدنوس، وشويه ديال الكركاع. وما كنضيفش الملح نهائيا، كنخليها هكاك طبيعيه. وكنضيف ليها شويه ديال هاد البذور هكا من الفوق. كتجي شلاضه زوينه وصحيه وكتجي بنينه بزاف. وكنقول لكم بالصحه والراحه، ونتلاقاو في وصفات جديده.